السلام عليكم اخوان، تحية طيبة للجميع. راح ابدو وياكم بحلقات شبه يوميا، راح اوجه بها هذه الحلقات هي نصائح لاخواني وزملائي الطلاب. راح تكون يوميا نصيحة اليوم هي شنو؟ انه انت اول خطوة تخطيها انه انت لازم تفكر انه انت شلون راح تقدر تحقق حلمك وطموحك ومستقبلك. اول خطوه لك هي انت راح تبحث عن طريق، لا تبحث عن طريق مكتب واحد. يعني نصيحه كسيف، اني انصحك لا تبحث عن طريق مكتب واحد، ولا تبحث عن طريق شركه واحده، ولا تبحث عن طريق شخص واحد. انت مفكر، عندك رغبه وجاد و100%، فانت ابحث عن اكثر من مصدر لك. هنا انت ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك معلومات هوايه، بالاضافه الى انه انت راح تسال الوالد والوالده، وتسال العمات والخالات والاصدقاء كذلك. هنا راح يصير عندك كم هائل من المعلومات. انا ما اقول لك تعال علي راسا، لا بالعكس، روح انت من تريد تدرس ضل اجمع معلومات منا لباكر، منا لبعد اسبوع. خوش، بعدين راح توضح الصوره عندك، وراح توضح الصوره قدامك، وتعال عندي انه اني راح انصحك واوجهك وامشيك على الشيء اللي انت تريده، بعد ما انه اني افتهم من عندك. انا انصحك مو شرط تقدم هوايه، كلش هوايه طلاب، ياما مئات الطلاب، ممكن الاف الطلاب اجوا يسالوني، ولما حكوا وياي عرفت انه هم مو مال يكملون دراستهم، يعني ظروفهم ما تناسبهم. فاهم نقطه انه انت اجمع معلومات، وتعال اجمع معلومات من عندي وبراها روح ادرس. ليش هذول الطلاب انهم ما كملوا يدرسون؟ لانه ظروفهم كانت مختلفه. انا قلت لهم واحده اثنين ثلاثه كانوا مصورين غير امور، اني صورت لهم اياه. طبعا اني بصراحه وللامانه انه اني احكي الامور السلبيه قبل الامور الايجابيه. فدائما حتى انت تكون بالصوره، حتى لا سمح الله من يصير عندك فد سلبيه اثناء دراستك الاكاديميه، او اثناء مجيئك، او قبل مجيئك، او اثناء دفع حتى ما تنصدم، حتى انت شنو تتحسب لكل خطوه تصير وياك. طبعا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى انه ماكو، احنا الاف الطلاب قدمنا لهم وسجلناهم، وماكو عندنا طلاب تصير لهم مشاكل عادي وطبيعي هالمشاكل، بس ولكن المشاكل هي خارج الاراده. ولكن الحمد لله والشكر، كل اللي اجوا الحمد لله هم ممنونين ويشكرون، ودائما احنا باقيين على تواصل وياهم. تحياتي لكم، والتقي بكم باكر نصيحة أخرى ونصيحة جديدة. لا تنسى اليوم إنه أنت من تريد تقدم تجي تسأل، لا تخلي واحد ما تسأله، لا تطمئن على أي واحد، اسأل هواية، واسأل الأهل والأصدقاء والأقارب والعمات والخالات والعمام. تحياتي.